هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا جدا جدا جدا. النهارده جايلكم فيديو جديد. عايزاكم حالا تنزلوا تحطوا لايك للفيديو ده لو انتوا اول مره بتشوفوني ومشتركين معايا في القناه. يا ريت تنوروني بالاشتراك من كلمه اشتراك باللون الاحمر، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه وتشوفونا على طول. يا صباح الفل او يا مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. عايزه اقول لكم وحشتوني جدا 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 بجد. يعني غايبه عنكم بقالي كام يوم، بس حاسه ان انا غايبه عنكم بقالي سنه. والله العظيم مش بجازف ولا لا، بجد حقيقي حاسه ان انا غايبه عنكم بقالي كتير قوي. فبجد انتوا وحشتوني قوي. فيديو النهارده عايزه اقول لكم الروتين بتاعنا. في حاجات كتير مختلفه، يعني هنقول كوكتيل كده مع بعض. اول حاجه انا رجعت من الشغل. يا جماعه انا رجعت من الشغل. الناس اللي كانت بتسالني، انا نزلت شغل علشان انا لاقيه ان المصاريف تقيله عليا، طفلين وانا لوحدي وانا اللي بصرف عليهم. فالموضوع خلاص، يعني تحسوا ان هو جاب اخره، وبجد مش قادره ان انا اصرف عليهم من وانا في البيت. فاضطريت ان انا انزل شغل بقى بحيث ان المرتب يعني يساعدني وكده. انا بدفع ايجار وبدفع حضانة وبدفع اكل وشرب وبدفع مصاريف، وكمان عليا قرض كمان بدفع منه القسط بتاعه. فعليا التزامات كتير جدا، وطبعا مش عارفة ان انا اكف عليها. فبالتالي يعني اضطريت ان انا انزل شغل علشان اعرف اوفق ما بين بيتي وولادي، وما بين الشغل وما بين المصاريف، عشان اقدر ان انا اكفي عليهم واقدر اجيب لهم احتياجاتهم واكفي احتياجاتهم. فاضطريت طبعا ان انا انزل شغل. عايزه اقول لكم انا اشتغلت شغل بس مناسب مع ظروف ولادي ومع ظروف بيتي. اشتغلت شغل يعني فترة صباحية، وان انا بخلص الساعة تقريبا 3، او برجع اخد ولادي من الحضانة بتكون 3:15 تقريبا. فمش اكتر من كده، يعني علشان اقدر ان انا اوفق ما بين البيت وما بين ولادي. هنا بقى انا كنت جايبة جوانح من عند بتاع الفراخ، وقلت ان انا هغسلها كده ونضفها ونعمل اكل كده مع بعض. طبعا الفيديو بتاع النهارده انا مش عارفه هعمل ايه بالظبط. كنت جايبه بقى حاجات من السوق، الحاجات اللي ناقصاني. يعني انا بجيب الحاجات كده ايه اللي بلاقيه نقص عندي بشتريه. فهنا كانت المكرونه اللي هي المقصوصه خلصت من عندي، فرحت جبت كيس كيلو ومليت بقى العلبه. وكمان كنت جايبه موز، وكنت جايبه طماطم، وكنت جايبه الفراخ. فقلت كده هفضي الحاجه دي كلها في مكانها، وبعدين بقى نرصها مع بعض في التلاجة وفي ظرفة الخزين، ونشوف بقى هنعمل ايه. زي ما انتوا شفتوا كده، انا حطيت الحاجة في التلاجة وحطيت كمان الحاجة في ظرفة الخزين. عايزة اقول لكم انا بشتري بيض من عند بتاع الالبان، بيكون فيه كسر بس بيكون كويس جدا وبسعر اقل. يعني البيضة دلوقتي حاليا ب5 جنيه، انا بشتري الاتنين ب5 جنيه توفيرا يعني وكده. فبيبقى حلو جدا ومفهوش اي مشكلة. يعني انا حبيت اقول لكم معلومة زي دي عشان الناس اللي ممكن تسألني عليها.
هنا بقى كنت خلاص غسلت الجوانح وحطيتها كمان في جنزبيل بودر. يعني حطيت الجوانح في جنزبيل بودر وسبتها تقريبا كده ربع ساعة. فعايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، وهتشيل اي ريحه، ريحه زفاره من الفراخ. سيبك بقى من موضوع الليمون والملح والدقيق والكلام ده خالص، يا دوب هي نص معلقه جنزبيل بودر وتقلبيها في الميه وتحطي فيها الفراخ او تحطي فيها سمك او تحطي فيها لحمه او كبده او اي حاجه ممكن تتخيليها. هتضيع الريحه خالص وهتنقيها جدا وهتنضفها جدا وهتلاقي ريحتها تحفه. جربي الطريقه دي وادعيلي. هنا بقى كنت خلاص انا خلصت وحطيت الجوانح اللي انا يعني اللي انا هطبخها في الحله، وقطعت كده بصله صغيره كمان مع مكعب مرق الدجاج وفلفل اسمر وكزبره ناعمه وملح. طبعا التوابل دي على حسب راحتك انتي، تقدري تحطي التوابل اللي انتي بتحبيها. وبقى الجوانح بقى حطيتها في الكيس بقى وبعدين شلتها في الفريزر. تعالوا بقى لبقية الفيديو اللي هو احنا بجد مش عارفين هنعمل ايه، بس يلا بينا نشوف مع بعض. بصوا انا هشيل الضرفة دي بتاعت الخزين بتاعت المطبخ. الناس اللي كانت متابعاني من الاول خالص عايزة اقول لكم ان الضرفة دي كانت اصلا موجودة في المطبخ في شقتي الاولانية، في الشقة اول شقة انا كنت سكنت فيها، اللي هي الشقة اللي انا اتجوزت فيها، لان دي اصلا تبع المطبخ والمطبخ بتاعي كبير. فلما انا سكنت في الشقة دي، فالشقة دي المطبخ بتاعها صغير، فاضطريت ان انا اقص المطبخ. يعني حطيت يدوب العلبة صغيرة من تحت وحطيت المطبقية بس كده. باقي المواعين بقى عايزة اقول لكم ان انا حطيت كل المواعين اللي انا مش بحتاجها قوي حطيتها في كراتين تحت السرير، وكمان حطيت حاجات هنا في الضرفة دي، وباقي المواعين حطيتها في كراتين تحت السرير، وحطيت اللي انا بستخدمه بس في المطبخ. هنا بقى هنفضي كل الحاجات دي اللي في الضرفة دي علشان هننقل الضرفة دي هنحطها في غرفة الاطفال علشان نوسع الاوضة. هنا عايزة اقول لكم الاوضة هنا ضيقة جدا وما فيهاش منفس. عايزه اقول لكم عايزه اعمل بس منفس للتلاجة، لان التلاجة مخنوقه جدا وما فيش فيها نفس خالص، والاوضه هنا صغيره ومزنوقه قوي وما فيهاش اي مكان. الغرفه بتاعه الاطفال عايزه اقول لكم واسعه وفيها مكان ان انا اقدر ان انا احط فيه الضرفه دي، وفي نفس الوقت مش هيضيق الاوضه ولا اي حاجه. فانا قلت خلاص انا هشيلها من الاوضه دي وهحطها في الاوضه اللي هناك وهوسع هنا، ونشوف النظام هيبقى احلى بكتير واشيك بكتير، وان شاء الله يعجبكم. هنفضي كده كل حاجه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنا بس خلاص تقريبا كنت فضيت كل حاجة، وكمان فضيت الضرفة بتاعة الخزين من تحت علشان اقدر ان انا احركها وتكون خفيفة عليا. عايزة اقول لكم طبعا هي من النقل لما انا نقلت المرة اللي فاتت، عايزة اقول لكم بجد اتدغدغت. يعني في حاجات عندي باظت في النقل ده حاجة اوسخ حاجة فعلا، ان انت تنقلي من مكان لمكان ومن شقة لشقة. فعلا الموضوع صعب وكمان مش سهل خالص، وفي نفس الوقت في حاجات منك كتير بتبوظ وحاجات بتتكسر وكده. يعني يعني
اتمنى اي حد هينقل او هيعزل من مكان لمكان، عايزه اقول لكم تخلي بالكم جدا وتكونوا حريصين جدا، بحيث ان انتوا تخلوا بالكم من كل حاجه بتاعتكم، يعني مفيش حاجه تبوظ منكم على قد ما تقدروا. هنا بقى كنت بحركها كده بسهوله او بحركها بالراحه جدا علشان اعرف ان انا احركها كويس. خلاص انا وديتها الاوضه التانية، وهنا بقى هرجع الم بقيه الحاجه دي، وهرص بقى نفس ضرفه الخزين زي ما كانت بالظبط في الاول. يعني الحاجات دي هروح ارصها هناك برضو كده، يبقى انا تمام ونقلتها وكل حاجه تمام. وهفضل بقى ايه ارص بقيه الحاجه دي. الحاجات اللي على الكرسي التاني اللي هناك دي انا هحط الحاجات اللي انا مش بستخدمها كتير هحطها في كرتونه تحت السرير، والحاجات اللي انا بستخدمها كتير هحطها في الضرفه. وان شاء الله هكمل لكم الفيديو اللي جاي. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. عايزه اقول لكم هكمل لكم الفيديو اللي جاي، علشان كده الفيديو كان هيبقى طويل جدا. ان شاء الله كده انا خلاص هوقف على كده وهقفل الاوضه، وان شاء الله بكره الصبح هيكون بكره الجمعه، وكمان يعني مش هروح الشغل يعني وكده، وهنعمل كل حاجه مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، حطوا لايك للفيديو واشتركوا معنا في القناه، والسلام.